كل ما الناس تاكلها تفضل واقفه عندهم. عامله ايه؟ الاوتيل يا جماعه كان فيه براغيث في السرير. خايفة شوية يعني. ما تخافيش. اهلا بيكم من المكان المفضل لقلبي، المطار والسفريه المره دي لبلد بعشقها يا جماعه. والحقيقه انا مش مسافره لوحدي، معايا واحده صاحبتي بس هي اتاخرت جدا، فقالت لي خلصي كل حاجه واطلعي واستنيني في الطياره. الحمد لله اتاكدت ان هي ركبت الطياره. بس انا عايزه اقول لكم ان اللحظات بقى اللي بتكون بتطلع فيها الطياره دي بكون انا بدعي بدعاء السفر طبعا، بكون متحمسه جدا وبقعد اصور كتير حتى لشكل الطياره وهي طالعه وشكل المطار. انا المره دي اخترت فلاي دبي، التيكت سعرها كان حلو جدا، كان في فلاي دبي واميريتس، بس انا كنت عارفه ان انا هصرف كتير بصراحه في البلد فاخترت فلاي دبي، والسيرفيس فيها كانت كويسه جدا. وهنا ابتدينا نحلق في السماء، وتعالوا اوريكم بقى احنا رايحين فين. اهلا بيكم في نيروبي، مشهوره انها واحده من اخطر عواصم العالم، بس شوفوا شكل المطار والحيوانات وصورهم وهما بيستقبلونا، ده في حد ذاته تحفه. نيروبي هي عاصمه كينيا وهي الديستنيشن بتاعتنا. طلبنا اول حاجه اوبر، وكنت عارفه انه ارخص وامن وسيله. استنينا العربيه وحط فيها الشنط كلها، كان محترم جدا والسعر كان رخيص. الطريق يا جماعه كان وهمي، عدينا على اشهر مكان في نيروبي قال لنا تتعشوا فيه، اسمه كارنفوري، ومشهور جدا جدا، هيك محدش بيروح غير لازم ياكل في المكان ده. وافتكروا اسم الاوتيل عشان اقول لكم مشاكلي بعدين معاه. يا دوبك نمنا ساعتين وصحينا عشان ناخد اليوم من اوله. انا عايزه اقول لكم شوارع نيروبي زحمه جدا جدا جدا، بس الناس لذيذه والالوان والسحب، وفكره ان احنا رايحين بقى للحيوانات دي كانت حاجه مشجعه جدا. برضو خدنا اوبر كان سعره كويس قوي، وزي ما انتم شايفين هم بيحبوا الالوان لدرجه ان حتى المواصلات بتاعتهم كلها الوانها تحفه، والشجر طبعا والسحب. الحاجات بقى اللي تعملوها لما تيجوا وانتوا بتتنقلوا من اي مكان لاي مكان، ان انتوا تستخدموا اوبر او بولت. الاسعار بتاعتهم رخيصه وهتكون ارخص من التاكسي العادي وامن بصراحه، عشان التاكسيات هنا ملهاش سعر محدد، وممكن بقى بعد كده يقعدوا يفاصلوا معاكم ويطلبوا اكتر. ده بتحددوا المكان اللي انتوا عايزين تروحوه وبتكونوا بتدفعوا بالفيزا بتاعتكم وتروحوا من اي مكان لاي مكان. اسعارهم رخيصه جدا يعني ما تعتبرش غاليه خالص، بيتحركوا بيكم لاي مكان. فبولت واوبر تقدروا تستخدموهم جوه نيروبي، وبلاش العربيات طبعا اللي بتكون تبع الاوتيل، هتكون اغلى. بصراحه مش احسن حل هنا. انا عارفه ان هما بيقولوا عليها اخطر عواصم العالم، بس ده في اجزاء معينه منها، لكن بقيه البلد هي زحمه جدا، هي عشوائيه، بس بصراحه الناس لذيذه. يعني الناس اللي اتعرفت عليهم في الرحلات دي كلها كانت لذيذه. لسه هقول لكم كل التفاصيل وهشارك معاكم برضو الحاجات الوحشه اللي حصلت لي عشان تتجنبوها. بس تعالوا اقول لكم احنا رايحين فين. رايحين مكان يا جماعه كنت بتفرج عليه وبحلم اني اكون موجوده فيه. صباح الخير من نيروبي. اول يوم في نيروبي، انا وصلت امبارح بس رحت اوتيل. الاوتيل يا جماعه كان فيه براغيث في السرير، حشرات وبيت بوجز، فسبت الاوتيل الساعه 2 بالليل ورحت اوتيل تاني. وتعالوا بقى اوريكم انا اليوم النهارده عامل ازاي. اليوم ما كانش احسن حاجه امبارح بس عدينا اليوم، وتعالوا نبدا اول يوم في نيروبي. واحنا دلوقتي في ناشونال بارك، اكتر مكان مشهور في نيروبي. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بصوا يا جماعة، بصوا كده وانتوا ماشيين عادي. مبدئيا جهزوا نفسكم لان انا طول الفيديو ده هتلاقوني متحمسه ماشي مع وكله ايه ابنه. العسل ده، تعالي هنا، ايه الكتكوت ده، ايه الامور ده، لكل الحيوانات اللي بصي قابلتها اصلا في ابنه الناشونال ماشي بارك. بيجروا ازاي اهو رايحين له. يا ديني على الضحك يا اخت. عادي وانتوا ماشيين، ده العادي وانتوا طبعا ماشيين. انا عرفت معلومات كتير جدا خناقة عن ولا ايه؟ الحيوانات بعد سفريه كينيا دي، هشارك معاكم كل حاجه. عارفه ودول ايه اللي قابلونا المشكله؟ اول ما ان شاء الله ان دخلنا. يكون في كريدت كارد او فيزا. خطف منه، الحقوا يا جماعه. خناقه قلوب. بصوا خطف منه حاجه وجري في بقه. ده العادي، ده العادي كده. بيجروا مع بعض ازاي؟ بيجروا ورا بعض. هاتوا بصي السخنون بقى. احنا دلوقتي هندخل ناشونال سفاري ووك، دي بتمشوا فيها على رجليكوا تشوفوا الحيوانات. لما بتدخلوا ناشونال بارك بتلاقوا هنا الاسكان ده، بتدفعوا منه التيكت، يعني ما بتدفعوش ولا هنا بالكارد ولا كاش، من خلال بس الابليكيشن ده. دفعنا من الابليكيشن وتدخلوا بقى ايه بالتيكت دي. $30 ل 2 persons. اوكي، شخصين ب $30. يلا ندخل نتفرج على الحيوانات. دلوقتي ماشيه جوه السفاري ووك، المفروض ان هنا في كل الحيوانات. سالت عليهم قالوا ان هما في اسود، في زرافات، في راينو، في كل حاجه. فاحلى حاجه ان انتوا بتتمشوا وتشوفوهم والمكان مفتوح. طبعا انتوا اول ما بتدخلوا القرود ده كده بتستقبلكم استقبال خطير، موجودين كتير جدا في كل كينيا وخصوصا في السفاري ووك دي. عرفت ان في بقى بابون وقرود ونسانيس، بس احلى دول حاجه كانوا ان القرود. الحيوانات كده ايه ماشيه براحتها، المكان بتاعها واحنا ضيوف. بصوا صغنن ده
هتحسوا وتشوفوا قد ايه هم عالم خاص بيهم وعندهم نفس المشاعر وبيحسوا بنفس شكل الحاجات دي مامته والأمومة تقريبا. والخطر زي البني آدم بالظبط. مسموح لكم ان انتوا تلعبوا معاهم بس من بعيد وما تبصلهمش ابدا في العيون بتاعتهم. استغربت ان هم مش حاطين اي تعليمات، انا قبل كده كنت عارفه الموضوع ده، بس في كينيا عشان هي وايلد لايف بيتوقع ان انت تكون عارف كل ده. instructions ما نبصش في عين القرد وحاجات كده، انا كنت عارفاها من قبل كده، ما حدش قال لنا حاجه هنا. خايفه شويه يعني. ما تخافيش ما تخافيش. انت يا سكر. كل ما كنت بشوف قرد صغير ومامته كنت بقف عشان اصوره، بس بجد الفيديو مش كله قرود، استنوا معايا شويه. شكلهم تحفه. طب بجد يا جماعه تخيلوا ان انا شفت المنظر ده قدامي على الحقيقه. بصوا بقى راكب على ظهر مامته ازاي، ممكن يكمل كده اليوم كله ومامته تقعد تاكل وهو راكب بس اي كده على تعليمات ظهره. وانتوا داخلين. بس دخلنا المكان مفتوح مليان كل الحيوانات. احنا لسه بنشوف، اول حاجه شفناها القرود. الطبيعه رائعه. تعالوا شوفوا العسل دي النعيمه. بصوا يا جماعه بتعمل ازاي. انا كل حيوان وقفت عنده قعدت عملت له فيلم لوحده. الحاجات اللي انتوا شوفوها دي اقل من اللي انا صورته بكتير، بس بصوا كيوتو ازاي وبتقعد تعمل بقها حركات غريبه جدا بس قمر. من اكتر الحاجات اللي عجبتني لما كنت جايه ان هم من اكتر الناس اللي بتحافظ على حياه الحيوانات، مش بتحبسها، مش بيعاملوهم بطريقه عشان خاطر تبقى للسياحه، مش بيعذبوهم، لا بالعكس. الحيوانات بتاكل وبتشرب احسن اكل وبيهتموا بصحتها وموجوده في الاماكن بتاعتها مرتاحه. فدي اكتر حاجه عجبتني بصراحه في كينيا قبل ما اجي واقرر اجي، عشان في بلاد كتير قوي ما برضوش ان انا اقرب من اي حاجه ليها علاقه بالحيوانات بسبب ان هم بيستخدموهم في السياحه فبيعذبوهم وبيحبسوهم والحاجات دي. وهنا بقى قلت اصور لكم مدام نعيمه كده من قريب، وعايزه اقول لكم بقى شايفين الغزلان اللي ورا دي، بس شوفوا النعيمه واقفه واثقه من نفسها وساكته والناس كلها عماله تعاكس فيها. شكلهم تحفه. كل ما كنت بتحرك كانت بتبص معايا، نعمومة. وفي الاول كنت خايفه شويه اقرب، بس بصراحه يعني من كتر ما هي عسل قربت منها عادي جدا. انتوا متخيلين ان انا شايفه الراينو اللي هو وحيد القرن قدامي كده؟ يعني ازاي الحيوان ده بجد كنت بحس دايما ان هو مظلوم قوي وشكله بجد طيب. على فكره الحيوان ده نادر ومهدد للانقراض للاسف، فانا عايزه اقول لكم لما شفته اتبسطت بصراحه وتحس ان هو مؤدب قوي. تخيلوا احساسكم كده وانتوا ماشيين، يعني شايفين كل الطبيعه وكل الحيوانات التحفه دي، وشايفين ان هم حالتهم الصحيه كويسه وبياكلوا كويس، فبجد تحفه. وفعلا دي من اكتر الحاجات اللي كينيا مميزه بيها عن كل البلاد التانية. المكان اللي ورايا ده اللي فيه الاسود، فهم طبعا قافلين بازاز المكان ده. تعالوا اوريكم شكله. لسه هتشوفوا معايا أسود كتير جدا، بس المكان ده كانوا مقفول على الأسود. مكان كبير جدا وواسع وليهم بيوتهم جوه وكل حاجة. وهنا ابتدينا نشوف إن في حاجة هم بيدوروا عليها، في قصة، في حوار بيحصل وإحنا مش عارفين في إيه، عمالين يلفوا ويدوروا. ولحد هنا أنا كنت فاكرة إن الأسد هو ملك الغابة، بس لسه هتشوفوا معايا إن أنا خدت صدمة عمري. هنا بقى الأسد اللي المفروض إن هو ملك الغابة رايح جاي، بس بيدور على إيه. والليونس في حاجة يا جماعة في دماغها. انا عايزه اقول لكم ان هي شكلها امور جدا جدا. المفروض ان دول سنهم كبير. احنا ما رضيناش نمشي، فضلنا نشوف ان هي بتبص على حاجه في الشجر، والمفروض ان الحيوانات كلها موجوده في كل مكان، فممكن ان هم يصطادوا حيوان. ففضلنا مستنيين، بس بصراحه انا كنت خايفه قوي ان هم يكونوا يصطادوا اي حيوان او طير من على الشجره. وزي ما انتم شايفين الليونس بتلف وتدور حوالين الشجره. حسينا بقى ان هي هتعمل حاجه. انا كنت متاكده ان هي هتنط، هتجيب اي طائر او اي حاجه زي ما قلت لكم. اهي بصوا نطت، طلعت في ثانيه بقت على الشجره. هنا انا وصاحبتي كنا بندعي ان احنا ما نشوفش حاجه زي كده، ان هي تاتاك او تصطاد اي طائر حيوان اي حاجه. وللاسف بعد كده شفنا المنظر ده بعينينا، بس لحد دلوقتي لسه. هنا السكر دي الزرافه. اهلا يا زرافوفه، ازيكي زرافوفه؟ انتي يا قمر، بموت فيكي بموت فيكي. انتي ليكي شخصيه، ليكي كاركتر، عايشه مع نفسك. انتي يا عسل، انتي يا عسل يا دوده، ايتي جميله ايتي. بصوا بقى دلوقتي هي عارفه ان هي هتاكل. انتي عارفه ان انتي هتاكلي يا سكر؟ كوتشي كوتشي كوتشي. لقينا الحارس وقال لنا تعالوا ان انا اديكوا الاكل تاكلوا الزرافه، فكنت مبسوطه قوي. شايفين انتوا وشين يا جماعه جنب الزرافه بالظبط، يعني الزرافه مش موجوده جوه مكان، لا انتوا جنبيها بالظبط. صاحبتي الاول قررت ان هي تجرب وانا كنت عايزه اصورها، وهنا الراجل كان بيفهمها بالظبط تقف فين وتاكلها ازاي. بصوا العسل.
وبصراحه يا جماعه الراجل كان عسل جدا، قلنا له ان احنا مش معانا كاش ممكن نحول له عن طريق الابلكيشن، فقال لنا لا خالص، ان هو مبسوط ان احنا بنحب الحيوانات. دلوقتي هنأكل قررت الزرافة. انا ادخل ااكل الزرافوفه بنفسي. بصوا السعاده اللي على وشي، مش محتاجه اتكلم. ولادي انتي قمر. اوزي اوزي اوزي. بصوا انا هوريكم دلوقتي شكل الحمار المخطط، بس بصوا لونه والوانه هنا عامله ازاي. بصوا التحفه تحفه. انا عاجبني ان في انواع حيوانات بيقعدوا مع بعض يعني. يا اصحاب. وزي دول كده. ازيك يا راينونو. طبعا كل ما كنت بشوف التعايش اللي بينهم ده كنت بتاكد ان الانسان هو اكتر حاجه شريره على الارض. المكان كله طبيعه وحيوانات، البني ادمين قليلين، فتحفه والجو تحفه. وعشان كده انا كنت متحمسه جدا اني ازور كينيا، ان اشوف الحيوانات وهم عايشين حياتهم الطبيعيه وبدون تدخل البني ادم، واشوف حيوانات مستحيل كنت ممكن اشوفها في حياتي متجمعه مع بعض بالشكل ده. الراينو يا جماعه خطير، انا حبيته جدا في السفريه دي. ده لوحه فنيه، لوحه فنيه. ازيك يا امور. هاي يا جماعه العسل تحفه، لوحه فنيه. هاي ازيك، انت امور جدا. شوفوا والله العظيم الرسومات اللي عليه فظيعه. قصه من قصص الاطفال بتاعت زمان كنت بقراها وانا صغيره، وهو بيجيب لك كل حيوان وهم ماشيين مع بعض وبيتكلموا عندهم لغه. يا حمار، صاحبي جاي، صاحبي جاي. تعالى يا صاحبي. دور. تعالى غيرون. تعالى يا قمر. الرسومات اللي عليهم التخطيط رهيب بصراحه، سبحان الله. ايه ده، انتوا قرايب كابلز. بصي بيبص لها ازاي. نعمل اجواء كده، نمشي مع الحيوانات عشان نشوفهم كلهم سوا. تعالوا نشوف. بجد انا مش قادره اوصف لكم احساسي، بس ممكن تكون شايفين على وشي، واي حد بيحب الحيوانات بصدقوني دي اسعد لحظات حياته. انت شاطر جدا، شاطر. حاول تاني. ايوه شاطر. شايفين الأردود والله الصغير شاطرة وهو جداً. بيحاول ومامته بتشجعه. بصوا انا عايزه اوريكم الأردود، والأردود الصغنون بيتعلم يطلع الشجره، كل شويه يقع ويحاول تاني. بصوا والله انك شاطر. بصوا قعدت اقول لنفسي بقى يعني الأردود الصغير ده لسه عمال يحاول بيتعلم مش بجد. بييأس، وانا عمال اقول لا مش هقدر. حكمه اليوم. تاني عشان يحاول. مامته تقريبا كانت بتشجعه بطريقه سلبيه، هي عماله تاكل يروح وسايباه، لمامته. هو يروح لها وينط ويرجع لها تاني، كده؟ وهنا بقى في الاخر زهق تقريبا او تعب. انا بصراحه بقى خدتهم محتوى، قلت والله ما همشي اما اشوف العسل الصغير ده هيعمل ايه. والله ابهرني، والله مش بهزر بجد. تخيلوا هو بيعمل ايه وهي تنزله بقى، لما تحس ان الموضوع خطر بتنزله ويطلع تاني. هو ايه يا جماعه العسل ده بجد؟ حد يقول لي حد ينفع يسيب العسل ده ويمشي؟ انا كنت عايزه ابات معاهم اصلا. ما فيش بينكم وبينهم فواصل، فلازم تاخدوا بالكم، وخصوصا لما بيكون الام والاطفال بتوعها الصغيرين. الأردود ده بصراحه هو نال اعجابي من كل الناشونال بارك مع الزرافات، وفضلت قاعده مراقباه وهو بيبص لي. انا بحسهم بيبصوا نظرات كده اللي هم عارفين هم بيعملوا ايه بجد. بصوا انا عايزه اوريكم في واحد فوق متعلق فوق ده، لو وقع عليا انا باي باي. بس انا خايفه اروح اكتر من كده يقرر ينزل. لا وشوفوا لي هنا قصة الحب الرهيبة، بس هم اتكسفوا بصراحة، وانا اسفة ان انا ازعجتهم. انا هنا من المسافة صفر بجد. وعايزة اوريكم بقى، شايفين صاحبتي ورا خايفة خوف رهيب يا جماعة. انا مش عارفة هم دول نفس القرود ولا دول البابون. محتاجة اكون حذرة عشان هم بينطوا فجأة، يعني بينطوا فجأة من اي مكان. هنا بقى في القرود الصغننة. بصوا ده بيبص لي. في واحد ايه بيصغر لي جدا. لو انت خدتي راحتك. انا حاسه انت مش خايفه وبتاع. شايفين اهو، ده لو كان وقع عليا. يا قرد، يا قرد انت، يا قرد.
احنا كده خلصنا السفاري ووك، بس لسه اليوم في نيروبي طويل. انا لسه عايزه اكتشف مكان اكل فيه، اقول لكم العمله بتاعتهم، ونكتشف الثقافات والحاجات بتاعتهم. فيلا نكمل رحلتنا ويومنا في نيروبي. بجد السفاري ووك كانت خطيره، سعرها رخيص. هحط لكم السعر قد ايه ووريتكم تحجزوا ازاي، وبجد في كميه طاقه سعاده هتجيلكم وانتوا ماشيين وسط الحيوانات والطبيعه، تحفه. السفاري ووك موجوده جنب الناشونال بارك، او هي جزء منها. انتوا تدخلوا هنا بقى تقضوا يوم كامل للسفاري. بتدخلوا بالجيب، بيقولوا لكم ان انتوا ما ترموش اي بلاستيك عشان القرود طبعا بتبقى عايزه تاكل وتدور في الحاجه. فبصوا، بلاستيك فري زون. بعد ما خلصنا خدنا اوبر ورجعنا تاني عشان كان عندنا مشوار انا لسه ما قلتلكوش عليه، المشوار بتاع الحشرات اللي لقيناها في الاوتيل. اهم حاجه وانتوا في اوبر لازم تقفلوا الشبابيك كويس. احنا رجعنا الاوتيل تاني اللي كنا بايتين فيه امبارح، بس مشينا عشان ناخد الريفند بتاعنا، لانهم قالوا لنا امبارح المانجر مش موجود وحاجات كتير مش عارفين ده بجد ولا لا. فرجعنا عشان ناخد الفلوس بتاعتنا. فتعالوا نشوف هناخد الفلوس ولا. طب يا جماعه، هم لحد دلوقتي مش عايزين يدونا الريفند بتاعنا، مش عارفه ليه بصراحه. فخلينا واقدر اقول لكم ان هنا بقى هتبدا رحلتنا بره نيروبي، ولازم يكون معاكم عربيه تكون مجهزه تماما، وفريق يكون معاكم وانتوا رايحين بره نيروبي. هحط لكم اسم الشركه برضه اللي طلعت معاها بعد ما اخلص كل الاكسبيرينس بتاعتي في البلد. Okay. So today's itinerary, Musa, we will go to Giraffe Center. وبصراحه هي كانت لذيذه جدا، قعدت تفهمنا بالظبط هنعمل ايه طول اليوم، وان احنا هنروح الجيراف سنتر، والجايد اللي معانا وكمان السواق اللي معانا. وابتدت بقى كمان ان هي تعلمنا اللغه السواحلي، بتقول لنا اشهر الكلمات باللغه السواحلي ايه. اللغه السواحلي دي هي اللغه الخاصه بالدول بتاعه افريقيا. Let's go. يلا. 20. Yeah, let's start again. Habari. Mzuri. Let's go. 20. Pesa. money. Good. This is all we need to know, actually. Yeah, Mena, those are the best basic swale. things, yes. And what's like hi or Hi. In slang. Niaje. Nyaje. Niaje. Poa. Nyaje bawa. I want to be fluent by Swahili. then. Swahili Swahili. Yes. 20. Yeah. Hakuna matata. They This we know. Yeah. Pole. Yes. Pole. Slowly. Pole. Pole. You know, we have a snack in Egypt called Hakuna Matata. Really? Really? How Yes. sweet is Yeah, it? it's very Hakuna popular. matata. It's very قلنا الجيراف سنتر من اكتر الاماكن اللي تزوروها لما تيجي نيروبي. فتعالوا ندخل ونشوف الزرافات. ده مكان بيتجمع فيه كل الزرافات. تعالوا ندخل ونشوفه. هندفع التيكت وندخل نشوف الزرافات، بس لازم قبل ما تدخلوا تغسلوا ايديكم. لازم قبل ما ندخل نغسل ايدينا قبل ما نتعامل مع الزرافات. خلاص. اوكي. وهنا كانت بتشرح لنا نعمل ايه وبتدينا الاكل. كل شخص بياخد كاب زي ده فيه شويه اكل بتاكلوه الزرافه وما بتاخدوش غيره. Through my hands. Yeah. Okay. They won't bite you. They might lick you. It's okay. I applied Okay. them. Thank you. اوكي. ثانك يو. دول عشان ناكل بيهم الزرافات، بناخدهم على الباب ويلا بينا. يلا. قالت لك لازم ناكلهم واحده واحده، وهم مش بيعضوا ولا بيعملوا اي حاجه، ودول بس اللي بتاخدوهم. يعني انتوا لو خلصتوا دول خلاص كده سوري مش تاخدوا تاني. فلازم نكون حذرين جدا واحنا بنستخدمهم عشان ناكل اكبر عدد من الزرافات ونتصور معاهم. شوفوا احنا كده وصلنا. بصوا ده واحد من واو. اشهر واكبر الاماكن اللي بتجمع زرافات، موجود في كينيا وتقريبا في العالم كله، ومن اشهر المزارات اللي لازم تروحوها اول ما توصلوا نيروبي. تقريبا ده اكتر حاجه مهمه تعملوها قبل ما تسيبوا نيروبي. وانتوا تاكلوهم وتصوروهم. والزرافات كائنات طيبة جدا، يعني هي بتحب بس ان انتوا تأكلوها بالراحة وما تفضلوش تضايقوها او تلمسوا اي جزء في جسمها بشكل مستفز، لانها بتحس ان ده شكل من اشكال الخطر. عامة انا كنت حاسة ان انا بحقق كل احلامي، انا واقفة قدام الزرافة لا وكمان باكلها، مش زرافة واحدة، مجموعة كبيرة من الزرافات الامارات. يا مؤدب. بصوا بقى الناس كلها بتيجي هنا كده وتقعد تاكل الزرافات، وهم موجودين في المكان اللي هناك ده كله زرافات. طبعا الزرافات متدلعه يا جماعه عشان بيشوفوا تسابق من الناس ان هم ياكلوهم، بس المكان كبير جدا وواسع ومفتوح ليهم بشكل انتوا مش ممكن تتخيلوه. تاكله لها عشان يعني ده بالنسبه لها ايه، سناكس. المكان كله جيراف تحفه
شكلها يجنن، شكلهم خطير وشكلها يجنن. مش عايزه، الزرافه تقلانه علينا. دي رايحه للسورس. كيوت. كل المكان مليان زرافات، وانتوا بيكون معاكم الاكل تقعدوا تاكلوهم. شكلهم جميل ومش بيعضوا خالص ولا بيعملوا اي حاجه، بس بيقولوا لكم تاخدوا بالكم ان هو ما يعملوهوش بدماغكم كده، يعني ما تبقوش ايه تتعاملوا مع الزرافه ان هي تبقى غشيمه معاكم فتديكوا بالروسيه. دي الزرافه الصغنونه، الزرافه البيبي ليها الاكل بتاعها، وبجد المكان تحفه. انا عاجبني ان هم ليهم مكان كبير جدا بتاعهم بيمشوا فيه براحتهم خالص، كل المكان ده بتاعهم، فهم مش محبوسين او لازم ان هم يبقوا موجودين في مكان صغير. كان بياكلوهم كويس جدا، وصحتهم حرفيا ايه رايك في صحه الزرافات؟ زي الفل. صحتهم احسن من بياخدوا فيتامينز وبياخدوا كل حاجه. فبجد انا مبسوطه قوي ان هم مهتمين هنا بكل حاجه تخصهم. بصي هاو شايني اصلا their fur. عندهم مكان كبير جدا يتحركوا فيه براحتهم، يجوا هنا الناس تاكلهم. انا عارفه ان انا ممكن اكون باخد فيديوز كتير، بس بجد انا حاسه ان انا بحقق حلم من احلامي، وخصوصا ان الزرافه دي من اكتر الحيوانات اللي انا بحبها. يعني بنيجي ناكلهم كده ونمشي، بس شايفين كل ده، كل المكان ده بتاعهم كبير جدا. تقريبا دي كانت انفلونسر، ودي كانت الاسيستنت بتاعتها او الفيديوجرافر بتاعتها، وقعدت تصورها في المكان. دي كانت اكبر زرافه عامه موجوده، وشكلهم كيوت. دي اكبر واحده في لو بصيتوا تحت كده هتلاقوا بيجز، خنازير صغيره، ودول بيكونوا موجودين مع الزرافات عشان يتخلصوا من الفضلات بتاعتهم وبيتعايشوا سوا. والزرافات مثلا عمرها ما خبطت في اي بيج من البيجز اللي تحت. كل ما الناس تاكلها تفضل واقفه عندهم. تعالي ناكلك يا زوزو. شوفوا شكلها قمر ازاي وهي بتبصلي. انتوا عارفين ان الزرافه بيكون لسانها ازرق عشان تتحمل اشعه الشمس. طبعا هي مش عاجبها، هي في الوان معينه من الاكل، اللون الاصفر ده هي مش بتحبه، بتحب اللون الموف او الاخضر، فسابتني وراحت للراجل عشان تاكل منه اللون ده. حاولنا الصراحه معاها شويه، بس هي خلاص طبعا شبعانه طول اليوم، ناس بتاكلها في كل مكان. بصوا بتبص ازاي وبتتنك ازاي عليا. ماشي يا استاذ زرافه ماشي. وطبعا انا ما سكتش، رحت جبت اكل لونه اخضر من واحده صاحبتي كانت واقفه، اتعرفت عليها. وبصوا شكل الزرافه وهي بتاكل يا جماعه، كيوت خالص بجد. ايه العسل ده؟ انا بجد ممكن اقعد معاكي، ممكن ما اروحش وافضل قاعده معاكي. التيكت بتاعت المكان تقريبا ب$11 للفرد، وكل ما تيجوا بدري هتلاقوا المكان افضل. بس هما بيجوا، بصوا يا جماعه اتخضت جريت. $11 ف يعني سعره يعتبر حلو، ان انتوا هتقضوا هنا وقت زي ما انتوا عايزين، وتاكلوا الجيرافس وتتصوروا معاهم. جيراف سنتر من اهم الاماكن اللي لازم تزوروها في نيروبي. بتاخد تقريبا من السنتر حوالي يعني 40 دقيقه بالعربيه. تقدروا لو انتوا معاكم عربيه او حتى تاخدوا اوبر. المكان خطير، والطبيعه تقعدوا بقى تشوفوا الزرافات كلها. دي الكوين بتاعت المكان. very hard to get. بالظبط. وبعدين هم اصلا هناك من بدري جدا خلاص مسكوا المكان ده، وكله بياكلها، فهي خلاص واقفه هناك بقى مش بتتحرك. بتبص ازاي تناكه. هنا كنت بحاول ان انا اكلها اخر مره قبل ما امشي، كنت بحاول بكل الطرق، بس من كتر ما الناس بتاكلهم وبتفضل جنبهم وبتديلهم كل حاجه، خلاص انا فضل معايا الاخضر بس. هنا بقى لميت من الارض، قلت خلاص انا ما عنديش حلول تانية، عايزه اكلها قبل ما امشي. العسل دي اكلنا الزرافات وخلصنا اليوم. واحنا خارجين من المكان شفت القطاقيط دي، وعشان كنت واخده معايا تونه حطيتها لهم، وكنت قاعده ادور عليهم كتير قوي. وهنا خلص اليوم بتاع النهارده. طبعا ودعنا القرد قبل ما نمشي، وبكره هنبدا يوم جديد، فاستنونا في الفلوج بتاع بكره عشان لسه رايحين بقى سفاري وهنعمل مغامرات خطيره.